قبل ما نبداو الحلقه ديال اليوم، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد على المشاريع الرياضيه في المغرب. اليوم جيناكم من قلب الرباط باش نغوصوا في واحد المشروع اللي كيهم كل عشاق الكره في المدينه، ملعب البريد. غادي نوريكم كل التفاصيل اللي كتشوفوها واللي ما كتشوفوهاش، وباش نجاوبوا على تساؤلات كثيره. واش هذا الملعب غادي يولي من بين احسن الملاعب في المغرب؟ شنو التغييرات اللي تداروا وشنو باقي خصو باش يكمل؟ الملعب دابا كيعيش اشغال ضخمه ومكثفه. بدأنا من الكراسه اللي تبدلات وكانت بالاساس بالوان زرقاء وبيضاء بشكل منتظم، واللي كتعطي منظر منظم وحديث. كل صف من صفوف معدل بعنايه، والمسالك بين الصفوف مصممه باش تسهل حركات الجمهور. هذا التنظيم واضح خصوصا في ممرات الصعود والهبوط اللي داروهم عريضه ومنظمه باش يفيدوا حتى في حالات الاخلاء او المداخل الكبيره. الاعمال ماشي سطحيه، بل كيمشيو حتى لتقويه البنيه التحتيه تحت المدرجات، تقويه الاساسات، تحسين عزل المياه، وتركيب انابيب الصرف الصحي بطريقه منهجه باش ما يبقاش مشكل في المستقبل. بالنسبه للميدان، الخدمه مركزه على اعطاء افضل ارضيه ممكنه، ستيريان، تسويه دقيقه، وتركيب عشب طبيعي من نوعيه ممتازه، مع نظام صرف ملائم باش الميدان ما يحتفش بالماء في حالات الامطار. هذا العشب مغطي وكيخضع للعنايه يوميه، وكاين ترصيص وتعبئه تضمن سمك متساوي وانتظام اللون الاخضر من كل الجهات. هذا الشيء مهم باش تكون جوده اللعب عاليه ولتقليل اصابات اللاعبين. الهيكل الخارجي ديال الملعب طالع بمظهر عصري بزاف، شبكه معماريه بيضاء كتغطي الحيطان الخارجيه وكتعطي منظر شبيه بالملاعب الدوليه. هذا الاطار ماشي غير جمالي، بل عنده دور هندسي في حمايه الملعب من العوامل الجويه ومنح تماسك الهيكل. كاين حتى اجزاء ديال السقف اللي مازال خدامين عليهم، وكاين تنسيق باش تكون الاضاءه طبيعيه خلال النهار وتوفر اناره قويه وموزعه مزيان الليل. الالات والرافعات اللي خدامه تبين الحجم الكبير ديال الورشه، رافعات عملاقه، منصات الرفع ومعدات تثبيت الكراسي. العمال خدامين من الصباح حتى العشيه ويتبعوا مراحل مدروسه: تركيب الكراسي، تنظيف المدرجات، تركيب الحواجز، تهيئه الممرات والوصلات الكهربائيه. الجوده في كل تفصيله باينه، من نوعيه البراغي اللي كيتستعملوا حتى وحدات التهويه اللي دائما ممكن تسبب مشاكل الا ما كانش محطوطه بطرق صحيحه. المشروع ماشي غير تجميل، وانما تحويل الملعب المركب متكامل: غرف اللاعبين مجهزه، غرف الصحافه والتغطيه الاعلاميه، مساحات الجمهور المميز، ومرافق اداريه. الهدف هو يكون الملعب قادر يستضيف مباريات دوليه وفعاليات كبرى، وما يبقاش محدود للمباريات المحليه فقط. هذا الشيء غادي يخلي الرباط تكون عندها ساحه رياضيه قادره تجذب الفرق والجماهير وحتى الاستثمارات. واش ملعب البريد غادي ينافس الملاعب الكبيره؟ من ناحيه البنيه التحتيه والتصميم، التوجه واضح باش يكون من بين الافضل، لكن المنافسه كتحتاج ما يزيد: تنظيم مستمر للمباريات، حفز الفرق باش تلعب فيه، وتوفير صدمات موازيه بحال مواقف كافيه، وسائل نقل عمومي مهيئه، ومرافق سياحيه حول الملعب باش الجمهور يلقى تجربه متكامله. الا تزادوا هذه العناصر، الملعب يقدر يولي وجهه رئيسيه في المغرب. دابا نوجه لكم بعض الاسئله باش نسمعوا رايكم. شنو رايكم في التصميم الخارجي ديال الشبكه البيضاء؟ واش كتبان لكم شبه الملاعب الاوروبيه؟ واش تفضلوا نمط الوان اخر في الكراسي؟ وبالنسبه للتسميات والهويه، واش خاص الملعب ياخذ تسميه تذكاريه او لا يبقى ملعب البريد بحكم التاريخ؟ نطلب منكم تكتبوا لي كل الاراء في التعاليق، سواء ملاحظات تقنيه او افكار لتسميه الملعب، او لا حتى اقتراحات الفعاليات اللي تحبوا تشوفوها هنا. بغيت نسمع منكم بصراحه وبالحماس، حيت هذا المشروع يخصنا كاملين. كنشكر الفريق العمل اللي خدام ليل ونهار باش يحقق هذا التحول، وكنشكر الناس اللي تبارطاجاو في التمويل والتخطيط. المباراة الأولى الرسمية ملي تتحط في التاريخ غادي نكونوا حاضرين باش نغطيوها ونعطيوكم انطباعات مباشرة من قلب الحدث. مرة أخرى ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وديروا لايك إلى عجبكم الفيديو، وشاركوا الحلقة مع الأصدقاء باش يوصلوا المشروع لكل الناس. غادي نبقاو معاكم بخلاصات وأخبار مستمرة على تقدم الأشغال وتحليلات تقنية مفصلة كل ما توصلنا معلومات جديدة.